السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيت لكم في حلقة تانية، ويا رب يكون الحلقة الأولانية عجبتكم. دي تاني حلقة ليا، ويا رب تكون ما تكونش آخر حلقة. دلوقتي أنا هعمل معاكم الكشري المصري على طريقتي بقى، طريقة مطبخ جيجي. دلوقتي أنا ضربت البصلة، بس أنا لسه ما ضربتهاش، يعني أنا حطيتها اهوت، بس أنا قلت أوريها لكم الأول. انتوا بتقطعوها طرنشات كده وتتحط، بعدين ايه هفرمها، بس طبعا ايه عشان ما صدعكوش. ومكوناتها ايه؟ مكرونه سباكيتي، حمص شام، رز. القوطه انا لسه برضو هضربها عشان برضو ما صدعكوش، عشان ما انا بحط فيها طماطم وفلفل حراق. طبعا لو مش عايزين فلفل حامي ممكن فلفل رومي، حسب اختيار حضرتكم كده. ودلوقتي ايه البصله دي انا مقطعاها ليه؟ عشان بتتحط على الكشري في الاخر. بحط مع البصله دي، بس انا هوريكم يعني بعد ما اخلص التكايه دي بحط مع البصل دقيق علشان البصله ما تتحرقش وتبقى مقرمشه. لازم الدقيق ده بيقرمشه قوي، بيخليه طعمه حلو قوي. تمام. وهحمر البصله بزيت الحلوه. تمام. ودي البهارات بتاعتنا بقى اللي احنا هنحتاجها: فلفل اسود، شطه عشان اعمل بيها الدقه، كزبره ناشفه، كمون، بهارات. دي الحاجات اللي احنا هنشتغل بيها النهارده. وهفصل الفيديو علشان اضرب البصله واضرب القوطه عشان ما اصدعش حضراتكم. دلوقتي بعد ما فرمت البصله اهي، بتبقاش ناعمه قوي، يعني بين البنين كده متقطعه وما تبقاش ناعمه قوي. وهحطها دلوقتي في الطاسه علشان احمرها معاكم. دلوقتي هنجيب الزيت اهو معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه حلوين يعني كده. نولع النار بقى. ماشي معايا اهو. التكه اللي انا بقول لكم عليها بقى، خليكم معايا. التكه اللي انا بقول لكم عليها ده الدقيق بتاعنا. خليكم معايا ايه، بص، معلقه دقيق واحده كده كبيره حلوه، شايفين اهي. اتفرجوا بقى ان شاء الله باذن الله البصلايه دي هتبقى ذهبي ومقرمشه قوي قوي قوي، ومش اللي هي طريه وتبقى مش حلوه، لا بتبقى بالظبط بالظبط بتاعت الشيفات اللي بيعملوها في التلفزيون. دي التكايه بتاعتهم يعني. تمام. كل ما نخلص حاجه بقى نشيلها على طول، عشان ايه؟ ما تبقى الدنيا رايقه معاكم على طول. بالراحه كده نشيله عشان ما ينطرش مننا. حمر كويس، خلي ايدينا فيه يعني، عشان ايه اول ما يتحمر نروح شايلينه على طول. دي كده النار، الميه بتاعتنا عشان هنسلق المكرونه بتاعت الكشري. دي ميه المكرونه.
دلوقتي هنضرب مع بعض الطماطم. دلوقتي هنسلق مع بعض الحمص عشان بياخد وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. بس الاول ثانيه واحده طفه كده. في ناس ما بتغسلوش بس انا يعني بحب اشطفه يعني. بصوا يا جماعه معايا كده، ده انا بحط المكرونه اللي هي بتتسلق معايا. دلوقتي هنحط العدس بتاعنا اللي اتسلق، بس هما دول. دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم قطعنا توم وبصل وطماطم عشان هنحطهم على حمص الشام. بسم الله الرحمن الرحيم. دول بيديله طعم حلو قوي 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 وريحه. وكمان هعمل منها الدقه بتاعه الكشري دي، تكه حلوه قوي. توم وبصل وطماطم. بعد كده هحط بقى التوابل بتاعتي، كمون وملح وفلفل اسود. هي ده فين الكمون اهو، كمون كمون الملح فلفل اسود بسم الله الرحمن الرحيم. دي هنعمل الطماطم بتاعه الكشري. بسم الله الرحمن الرحيم. مش كتير قوي يعني. التكه بقى اللي انا بقول لكم عليها بقى، خليكم معايا عشان تعرفوها. دي الكزبره بحطها مع الثوم رشه بس. بصوا معايا الاول بس ثانيه واحده قبل ما احطها. احط الثوم ماشي. ايه بقى سر الريحه اللي هي الفظيعه بقى بتاعتنا بتاعت الطماطم؟ رشه الثوم دي، الكزبره دي. بص الريحه ملهاش حد والله العظيم. اهي دي اللي بتدي بقى اللي هي زي بتاعت المحلات بالظبط الريحه الحلوه دي. بس التومه تبقى ذهبي هننزل بالطماطم. بصوا بقى التكايه دي، التوم بقى ذهبي، بحط سنه خل. دي بقى بتدي ريحه خطيره معايا. بقى هننزل بالطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط ايه بقى هنا؟ هنحط فلفل اسود مكعب مرق. خليكم معايا. بصوا بسم الله اهي مكعب مرق كده، شويه ملح، فلفل اسود، كمون، حبة
حبه حلوين، يعني كمون حبه حلوين. ونعلي عليها النار بقى عشان تغلي معانا على طول. كيس صلصه ده عشان يديها حمار وريحه وطعم برضه، لازم كيس صلصه. انا بقى بستعملش غير صلصه فاين فوز يا جماعه، والمرقه برضو فاين فوز، يعني بصراحه فظيعه، حلوه قوي قوي قوي، هتعجبكم. صلصه فاين فوز والمرقه كمان فاين فوز. ده في حمص الشام برضو، شويه كمون برضو حلوين. ماشي، نحط شويه فلفل اسود حلوين برضو كده، عشان زي ما انا قلت لكم انا باخد الميه بتاعتها دي بعمل بيها دقه الكشري، وهي دي سر بقى بتاع المحلات، دقه الكشري. ده شطه حمراء، بناخد حبه برضو كده حلوين هنا. تمام، دي شطه حمراء. خلاص كده. دي واحده برضو مرقه فاين فوز برضو هنا، تتحط هنا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ده احنا سلقنا العدس خلاص، والرز غسلناه. دي بقى يا جماعه البصلايه اللي انا كنت بحمرها، انا بنقص منها حبه واخد منها الزيت لان بيبقى ليها طعم حلو قوي. ماشي معايا اهو، ده البصل بيبقى حلو قوي 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 مع الرز، بيدي طعم حلو قوي. تمام، ماشي. ماشي، بنقلب عشان كلهم يبقوا مع بعض كده. هندلق بقى الرز، بسم الله الرحمن الرحيم. ونحط العدس، انا بقى يا جماعه ببقى سايبه ميه بتاعت العدس اللي هي البني عشان تدي لون الرز البني اهي. خليكم معايا بقى، بسم الله. قلب حلو كله مع بعضه. وعايزين مكعب مرقه، ماشي. وعايزه مكعب ماجي فاين فوز، بس هو ده مش اعلان يا جماعه، انا بحب الفاين فوز جدا. مش عايزه اقول لكم والله تحفه. ماشي، هعمل بقى حاجه الدقه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي هنقطع التوميه دي بقى بتاعه الدقه. ماشي، ناخد ندعه زيت، ندعه عشان دي دقه زي ما انا حطيت ندعه بالظبط. هنحط بقى شويه الثوم، ماشي. هنقلب على طول اهو.
احنا لسه الصلصه خلصت اهي، وده الكشري لسه مستواش برضه. اول ما اخلص وان شاء الله اغرف احط يعني اوريكم بقى الطريقه. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الخل بقى، الدقه بتاعتنا اللي هي الخطيره ملهاش حل. ايه اللي هنعمله بقى مع بعض في الدقه دي معايا؟ هنفتح بقى كده وهناخد من الدقه بتاعت بصوا معايا بتاعت الحمص دي، ميه الحمص دي الدقه بقى اللي ملهاش حل. شايفين بقى كده؟ وبعد كده هناخد من هنا معلقتين صلصه بس كده. مش عايزه اقول لكم ريحه الدقه عامله ازاي يا جماعه. بصوا بقى الشطه بقى حسب الاختيار، ان انت عايزه تبقى حاميه قوي 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 تحطي يعني تحطي كميه، يعني زي ما انا احط كده. بصوا دي كده كميه تمام. يلا هغرف بقى وارجع لكم. حط بس رشه ملح واحده بس كده، عشان انا كل ده انا مظبطاه يعني في ملح، مش محتاجه الملح، ندعه واحده بس. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنشوح المكرونه بس تشويحه عشان بتبقى ملزقه في بعض. بصي يعني معلقه زيت واحده تمام. نجيب المكرونه ناخد على قد بس ما احنا ناخد على قد ما احنا بس هنقدم يعني الاكل ماشي. هنحط بقى ايه هنا؟ سنه ملح، سنه فلفل اسود. بصوا كده ونقلبه بقى. بصوا يا جماعه لازم المكرونه تبقى مفلفله معانا كده، ما تبقاش معجنه، يعني لازم المكرونه تبقى مفلفله وحلوه كده زي الرز المفلفل كده. دي تكايه حلوه يعني في الكشري تمام. معايا بقى نقدم الطبق بتاعنا. انا خلصت خلاص، واحده واحده خليكم معايا. هنغرف الكشري الحلو بتاعنا. ماشي. ناخد البصل بقى بتاعنا الحلو المكرمل الجميل ده. ممكن ناخد كده حبه حلوين. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. وده الشكل النهائي بتاعنا.
الكشري المصري الاصيل بتاعنا. دي الدقه، ودي الصلصه. دي الدقه ودي الصلصه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكده كده الطبق خلاص اكتمل، وخلصت الكشري المصري بتاعنا وهنبتدي ناكل بقى. والله كان نفسي تدوقوا معانا. واقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.